السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير المصري. معاكم محمد فتحي. حلقتنا النهاردة من على الكمبيوتر أو حلقة بخصوص الفوتوشوب. وقبل ما أي حاجة نصلي على النبي كلنا، ناخد الثواب الأول وبعد كده نروح لحلقتنا. في ناس في حلقة ال HSS الحلقة العملي، وأنا قلت اللي عايز يكتب في الكومنتات وهعمل حلقة عن الموضوع ده، وبالفعل لقيت ناس عاجبها الموضوع وحابة تعرف أنا عملت اللي هقوله ده إزاي. في ناس بتتساءل ازاي انا شلت الاوكتا من الصوره دي، وانا قلت ان انا شلتها عن طريق دمج وصورتين جنب بعض او صورتين ورا بعض وشلت الاوكتا من دي. فالموضوع كان محتاج شويه شرح. في ناس فعلا مهتمه وعايز تعرف اتعملت ازاي. فدي الصوره النهائيه. دي الصوره النهائيه. طبعا لو مش فاكر الاول لازم ترجع تشوف حلقه اتش اس اس، وانا هقول لك الاساس من التصوير ازاي وبعد كده هنعمل ايه في الفوتوشوب. مبدئيا لما كنت في السيشن تحت او في الحلقه، انا صورت الصوره دي ازاي. مبدئيا انا خدت صوره اللي على 16:35 على الكاميرا على الترايبود، وخدت صوره بالاوكتا عشان تنور عمرو. وفي نفس الوقت لما اخد الصوره دي الاوكتا موجوده في الكادر، فانا هشيلها ازاي؟ فباخد الصوره دي الاوكتا موجوده ومنوره عمرو، او البارابوليك موجود ومنور عمرو تمام زي الفل، بس هاخد صوره تاني بعدها وانا شايل البارابوليك او الستاند او الاضاءه من الصوره، عشان في الفوتوشوب هعمل لهم دمج هما الاثنين وهشيل الاوكتا. فهاخد صورة تانية لعمرو في نفس المكان بس من غير الاوكتا. فده الاساس من التصوير، ان انا باخد صورتين، وصورة باضاءة للشخص وصورة من غير اضاءة اصلا. وبعد كده بروح على الفوتوشوب. طبعا الفوتوشوب اللي احنا شغالين عليه اي اصدار مش هيفرق، اللي احنا هنعمله مش حاجة محتاجة اصدار معين، يعني اي حتى الاصدار دي مش تفرق كتير. فتحنا الصورتين على الفوتوشوب، صورة اللي بالإضاءة وصورة اللي من غير إضاءة. طبعا لو ملاحظ طبعا الفرق إن الصورة من غير إضاءة الموديل مظلم أو الشخص مظلم، الصورة اللي بإضاءة الشخص منور. يعني بص، في فرق بين دي وبين دي، بين الشخص هنا والشخص هنا. طيب احنا هنعمل ايه بالبلدي أو ببساطة؟ أنا هاخد الصورة اللي فيها الإضاءة دي، هحطها على الصورة التانية. أنا كده سحبها بالماوس أهو، وهسيب هنا كده. كده الصورة دي اللي فيها الإضاءة على الصورة اللي من غير إضاءة، تمام. وهو عامل ايه، حاططهم على بعض كده لغايه ما يبقى يجي لي كده الخطوط اللي هي الموف دي، ان الصورتين على بعض بالظبط. طب ليه بقى انا صورت بترايبود؟ عشان لما احط الصورتين على بعض يبقى الصورتين بالملي على بعض، مفيش اختلاف. يعني انا ما اتحركتش او ما حركتش الكاميرا ملي يمين ولا ملي شمال، هو الصورتين على بعض بالظبط. ليه بقى؟ كده اصبح صورتين على بعض بالظبط. طب انا عايز اشيل الاوكتا، ببساطه هقوم جايب علامه الاستيكه دي او الاريز او ممسحها باللغه العربيه الفصحى، او اختصارها حرف الاي. هدوس عليها وكليك يمين، اختار فرشه ناعمه والحجم اللي انا عايزه، وليكن مثلا الحجم كده. لا كده كبير قوي. تمام ماشي كده كويس. هنعمل ايه بقى؟ وده بيأثر على يعني ايه الفكره بقى. انا همسح الاوكتا كده بكل سهوله، بص، ولا كأن كان في اي حاجه اصلا. ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ فكره ان انا حطيت الصوره اللي فيها الاوكتا على الصوره اللي ما فيهاش الاوكتا او البارابوليك دي. حطيت حاجه اسمها لايرز، اللايرز دي زي طبقات. فانا من الطبقه اللي فوق شلت الاوكتا او شلت الاضاءه من الطبقه اللي فوق، فاستبدلها بجزء من الطبقه اللي تحت اللي هي نفس المكان بنفس كل حاجه بنفس يعني اقول لك ايه، هما نفس الصورتين. يعني بص لما اشيل الصوره اللي تحت، ده المكان اللي انا مسحت منه الاوكتا، احط الصوره اللي تحت، بقت زي الفل، ولا كأن في حاجه، لان اصلا الصورتين زي بعض، بس انا حطيت واحده على التانية رحت ماسح البارابوليك. طبعا بعد ما تعمل الخطوه دي عايز تعمل ايديت او الوان براحتك. في هنا بقى حاجه بسيطه عايز انوه عنها. انا عملت الموضوع ده عشان انا عندي وقت وكان عندي مجال وكنت بشرح حاجه، فاخدت صورتين وعلى ترايبود وبراحتي ومفيش مشكله. نسبة 99% انت في السيشن او في الاوردر بتاعك ما بيكونش عندك الوقت ده خالص، فصعب تعمل الموضوع ده. قدرت تعمله طبعا ممتاز لو عملت كده، خدت كادرين عشان تعرف تمسح ده مكان ده، بس يكون كادرين متطابقين بالملي. ما قدرتش فانت بتلجأ بقى للكلون وبتلجأ لحاجات تانية في الايديت عشان تشيل البارابوليك او الاوكتا. عايز بقى تعمل ايديت، هنعمل ايه؟ هندوس كنترول، نحدد الليرين على جنبهم وكليك يمين، وهنخليهم هندمجهم عشان يبقى لير واحد. وادوس على قائمة فلتر، اروح على الكاميرا رو فلتر، فتح معانا.
عايز بقى تظبط ايديت، تظبط شادو، الهايلايت، الكلام ده كله براحتك. بس كان موضوع الحلقه او الكونسيبت بتاع الحلقه ازاي ان انا اشيل الاوكتا بسهوله عشان يطلع معايا الصوره زي كده. ودي مناسبه الصوره بعد ايديت ظبطت فيها شويه حاجات وشلت الاوكتا مش باين منها اي اثر والصوره طالعه ممتازه. يا رب اكون فدتك، ولو استفدت متستنيش من دعائك بعد اذنك. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو او لينك صفحه الديسكريبشن تحت الفيديو كلمنا عليها، هرد عليك على طول. وسلام.